أهلا وسهلا ومرحبا مجددا. اليوم جبت لكم حلقة جديدة من مسلسلكم الشيق الأمانة، ولكن قبل من هادشي كنتمنى منكم اللي كيشاهد القناة أول مرة تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. فأول الحلقة بعد ما شفنا فراس باش ضرب سليم بسلاح، وهنايا كانت سحر كيحسب ليها واش يمن هو اللي تضرب، وكانت كتقلبوا تشوفوا واش هو بخير، ومن بعد غادي يقول لهم بلي انا راني لاباس صافي ما تخافوش عليا. من بعد فراس غايقول لهم صافي راكم في امان دابا. ولكن هنا واحد شويه غادي نشوفوا يمن غادي يبقى كيوصي في سحر، غايقول لها ردي البال بزاف لراسك وردي البال حتى يوسف. قالت له شنو كتقول نتايا؟ واحد شويه غادي يفقد الوعي ديالو. من بعد غادي نشوفوا على انه غادي ياخذوه للمستشفى. من بعد غادي نشوفوا هنايا ضياء بعد ما كيغوت وكيقول راه يمن كاع ما رجع، صافي يمن راه يمكن مات، يمن ما جاش، صافي راه تعكرت الحياه ديالنا، يعني ما بقاش الحياه ديالنا سعيده. وهنا اقبال كتشوفيه وكتقول له غير تهدن، راه ان شاء الله غادي يكون كل شيء مزيان. وهي هنايا عاقبها منير وتذكر باللي كان كيستمع ليها فاش كانت كتقول باللي غادي تاخذ ضياء المستشفى المجانين. وهنايا غادي يجي عندها وغادي تقول له هي وشوف انايا راني متاثره بزاف، راني ما نعستش بزاف. غايقول لها علاش؟ غتقول له راه يمكن يمن يقدر يكون مات. قال لها لا، داك الشيء راه ما غاديش يكون، ما يمكنش يكون. من بعد كننتقلوا لمشهد اخر اللي غادي نشوفوا فيه بورا اللي غادي يجي لعند نسرين، وغادي هي ترفض انها تشوفه، ولكن هو غادي يضحك عليها وغادي يقول لها باللي الاهل ديالي راه هما باغيين يجيو يخطبوك، وهي هنا غادي تفرح. من بعد غادي نرجعوا نشوفوا يمن هنا في المستشفى، وسحر كانت جالسه حداه وكانت كتدعي باش انه يفيق ويبقى معاهم، وكانت كتقول انا ما نقدرش نعيش بلا بيك، وانت يا هو السعاده ديالنا، وانا ويوسف الا ما كنتيش انت راه ما عندنا مع من نعيشوا. وهو هنايا راه كان فايق وكان كيسمعها اشنو كتقول، وواحد شويه غادي يعني يشد ليها في يديها وغادي تعرفوا باللي راه فايق. ومن بعد غادي نشوفوها باللي غتفرح بزاف وغتقول له انا راني يعني فرحت بزاف، الحمد لله يا ربي اللي انت فقتي وراك بخير. من بعد غادي نرجعوا لعند نديم هنايا اللي غادي يجي لعندهم القصر باش انه يبشرهم ويقول لهم باللي راهم لقاوهم وباللي راه يمان راه حي. وهنايا غادي نشوفوا باللي اقبال ملي غادي تسمع هذاك الخبر غادي تجيها بحال الصاعقه، غادي تصدم بزاف، ما غاديش تقدر على انها حتى تفرح. وهنايا غادي نشوفوا باللي منير غادي يشوف فيها وغادي يعاقب باللي راها هي يعني ما عجبهاش الحال، وغادي يجي لعندها ضياء وغادي يبقى يقول لها مالكي شفت الوجه ديالك تبدل. هنا غادي تقول له لا راني غير بالفرحه وقيلا ارتفع الضغط ديالي. وهنا غادي تقول له واش انت متاكد باللي يمان راه كلشي بخير؟ وديك الصوره اللي كانت وصلتنا قال لها هو راه كان ديك الساعه غير فاقد الوعي. ومن بعد غادي نمشيو ننتقلوا لمشهد اخر اللي غادي نشوفوه هنايا ساره بعد ما كانت او كارلا اللي كانت يعني كتشتغل، وغادي يجي لعندها ابراهيم وغادي يقول لها مالكي جالسه هنا غير بوحديتك، وغادي يقول لها انت راكي مازال عيانه وراه خاصني نهتم بك. هنا غادي تقول له لا وغير سير بعد مني، انا راني مزيانه وراني كنشتغل. واحد شويه غادي يقول لها شتك وليتي حمراء بزاف في وجهك، خاصني نقيس الحراره ديالك راه يمكن مرتفعه. هنا غادي تقول له انا ما عندي حتى شي حاجه. من بعد كتهز يعني هذوك الاوراق ديالها وكتمشي كتهرب منه. من بعد كنرجعوا لعند يمن هنايا اللي بقى يعني تيقول لسحر انا حمدت الله وشكرته باللي نتيا معايا، كل حاجه يعني معاك راها كتحلى، وانا راني بقيت صامد غير على حسابك. هنايا غادي نشوفوا ضياء اللي مشى كيقطف الورود باش انهم يديهم ليمان، ولكن هنايا غادي يسمع واحد يعني من الرجال ديال اليمن اللي جا عند نديم وجاب له الوراق وقال له باللي راه اقبال هي السبب في داكشي كله اللي كان واقع لسحر. من بعد غادي نرجعوا لمشهد اخر غادي نشوفوا كارلا اللي كانت يعني هربات لواحد البلاصه ديال السجن وسدت عليها باش انه ابراهيم ما يجيش لعندها. ولكن هنا ابراهيم غادي يوصل حتى لعندها، غادي يقول لها شنو كديري انت هنايا؟ علاش فضلتي على انك تجي لهنايا؟ قالت لي انا بغيت غير باش نشتغل مرتاحه. هنا غادي يقول لها لا وراه بغيت انا نبقى نتكلم انا وياك. واحد شويه غادي تمشي تبغي تخرج ولكن غتلقى باللي راه الباب تسد عليهم وغادي تبقى غير هي وابراهيم تما.
من بعد غادي نرجعوا لعند يمن. هنايا اللي غادي يبقى يقول لها انا هذاك الزواج ديالنا راه كان حقيقي، راه فاش جيت نخطبك يعني راه ماشي على ود يوسف، راه كنت باغيك. ودابا قال لها جا الدور ديالك انت خصك تقولي لي. قالت له ماشي غير يوسف اللي كان في بالي. وهنا غادي يتبان باللي راها عيانه وباغيه تنعس. هنا غادي يقول لها اجي نعسي حدايا، وغادي تقول له لا ورا انت مريض وما خصنيش نزعجك. غادي يقول لها لا غير اجي حدايا، بالعكس انا راني غادي نرتاح. ومن بعد ملي غادي تمشي حداه يعني هنايا غادي يبغي يتقرب منها، ولكن كيف ما ديما يوسف كيخرب عليهم كلشي. هنا كيفيق وكيجي كيقول لهم حتى انا بغيت نجي نعس حداك عمي. ومن بعد غادي نشوفوه غادي يمشي حتى هو حداهم. ومن بعد غادي نرجعوا لعند ضياء. هنا بقى كيقول انت يا اقبال، انت يا اقبال اللي دايره هادشي كامل. وهنايا غادي يقرر على انه يطلع لعندها ويقول لها يعني كاع داكشي اللي دارت ويواجهها. وهنا غادي نشوفوا اقبال اللي كانت يعني كتصل او اتصلت بها هنايا سعاد وقالت لها شفتك نسيتيني، انا خرجت وما صيفطتي ليا لا شي سياره باش تديني ولا حتى شي حاجه. قالت لها انا راني مشغوله وعندي شي هموم اخرى. قالت لها صافي خاصك تمشي للدار ديال الجبل. قالت لها بين ما نجي لعندك. وهنايا غادي يجي ضياء لعندها وغادي يبقى يغوت عليها. من بعد كنرجعوا لعند سحر هي ويمن اللي كانوا مازالين في السرير. وهنا غادي تقول له خصك نتايا تولي لاباس باش اننا نرجعوا للقصر ديالنا. غادي يقول لي هذاك القصر الصراحه ما كرهتش اننا نغيروه.